يا مساء الخير ومساء الورد ومساء الفل عليكم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، نبعت كده عليكم وعلينا بالخير يا رب. ده تالت يوم العيد. هعمل معاكم كباب حله. عندي لحمه. فانا طبعا بما ان بقى الثلاث ايام بتوع العيد دول ما عملناش، يعني طالعين بقى من رمضان بقى، وكل يوم بقى اكل، وكل يوم خضار ولحوم وفراخ والكلام ده واسماك طبعا. فانا ما عملتش بقى اكل الثلاث ايام بتوع العيد، يعني اول يوم وتاني يوم والنهارده بقى تالت يوم. فانا قلت هعمل بقى عندي اللحمه دي، فانا هعمل كباب حله معاكم. خليكم بقى معايا واحده واحده كده وهنشوف احنا هنعمل ايه. الاول انا همسكها اقطعها كلها. انا ما غسلتهاش يا جماعه، يعني شطفها بس كده حاجه بسيطه بس من تحت ايد الجزار. همسكها بقى بسم الله. هقطعها بقى حتت صغيره قوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه سكينه حاميه عن كده. انا هفصل معاكم لحد ما اقطعها وارجع لكم تاني. انا بقى قطعت اللحمه بقطع صغيره كده. اللحمه دي معايا ملبسه شويه بس حلوه، هتديني طعم حلو. يعني الكميه دي كيلو ونص، فانا عملت عليها كميه البصل دي وبتهيألي شويه كمان، بس انا برضو يعني استكفيت بالبصل ده. هقطعه بقى حلقات كده، او هقطعه يعني جوانح، او هتشوفوها معايا دلوقتي. انا قطعت كميه البصل اللي معايا، يعني انت تشوفيه كده تقولي ده كتير، بس هي مش كتير ولا حاجه. ليه بقى؟ لان انا مش هعمل، انا يعني مش هعمل خضار جنب اللحمه دي، لا هعمل جنبها رز ابيض. فعشان كده انا كترت البصل عشان يديني صوص حلو. بسم الله. طبعا هنزل بقى بحته سمنه كده. هنزل بقى بنص الكميه، مش هنزل بالكميه كلها. بسم الله. هنشوف دلوقتي انا هعمل بدول هشوح بقى كويس قوي. رشه فلفل اسود كده على البصل اللي بتشوحيها، بتديكي طعم حلو قوي وريحه حلوه. هستنى عليه دقيقه واحده. انا شوحت كويس يعني شويه حلوين يعني، او شويه كويسين قوي. شوحت البصل اقصد يعني. هنزل بقى باللحمه. بسم الله. اشوح بقى اللحمه مع البصل. بسم الله. هنزل بقى بورقتين الغرض او ورقتين اللورا دول، وثلاث اربع فصوص حبهان كده برضه هفصصهم عليهم. وواحده جوز الطيب هاخد نصها، يعني هبشرها عليها. دي نص واحده انا بشرتها، مش كتير ولا حاجه. بتدي طعم حلو قوي وتست حلو قوي كمان للكباب الحله. وهنزل كمان بمعلقه بهارات مشكله، وطبعا الفلفل الاسود. بسم الله. عايزه اقول لك الريحه طالعه، بصي ما شاء الله ما شاء الله، تحفه تحفه جدا. البصل مع اللحمه مع البهارات مديه ريحه تحفه. والطعم طبعا هيكون ان شاء الله باذن الله تحفه برضه. دول بقى هحطهم عليهم.
هيدي برضو طعم وريحه حلوه برضو. عرفتوا بقى انا كنت مخليها شويه دول ليه؟ في الاخر برضو كده هيديني برضو ريحه حلوه قوي. بسم الله، جربي الطريقه ديت حلوه يعني وهتديكي برضو ايه طعم حلو. بما ان انا مش هعمل خضار مع كباب الحله ده، انا مش هعمل خضار، لا انا هعمل رز ابيض، والصوص اللي هيطلع من اللحمه هو ده اللي هنحطه على الرز الابيض. خليكي معايا وهنشوفها واحده واحده. بصوا بقى، بصوا بقى الصوص اللي طالع من اللحمه عامل ازاي. بصوا، وده الرز الابيض. معلش يا جماعه في حاجه بتتخبط، حاجات بتترزع. بصوا بقى الجمال، بصوا بسم الله. بصوا بقى، ايه رايكم بقى في الطبق العظيم ده؟ بصوا تحفه جدا. بصل بقى مع التوابل مع اللحمه مع الصوص اللي طالع منها، بيدي طعم جميل رائع بجد، تحفه جدا. جربوا بقى الوصفه دي وقولوا لي ايه رايكم فيها. يلا باي باي.